سمع القرمشة خطيرة هي، شايفة مقرمشة وجميلة ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة حلوة قوي هتعجبك وهتعجب ولادك وهيطلبوها إن شاء الله منك كل يوم. أنا شفتها عجبتني وحبيت أعملها معاكم. نجيب 2 كيلو بطاطس تسلقيها بقشرها، تكون وسط بطاطس وسط، على أساس ما تاخدش منك وقت في السوى وتتسلق بسرعة. وتبدأ بقى تهرسيها تنعميها زي ما انت شايفة كده. احنا عايزينها ناعمة قوي. انا عملتها هرستها بالكوبايه، بالنسبه لي الكوبايه احسن من الهراسه، بتهرس حلوه قوي. وحضر نص كيلو فراخ مخليه واضربها في الكبه. وحضر بقى بصلايه وسط، وحضر قرن فلفل وطماطمايه وعودين كزبره خضراء. بقطع بقى البصلايه زي ما انتوا شايفين كده. حبيتي تستبدلي الكزبره الخضراء ببقدونس مفيش مشاكل. بتقطعيها بالطريقة دي، هي طعمها حلو قوي وما بتاخدش وقت. انا ما شفتها عجبتني قوي فقلت اجربها معاكم، وقولوا لي بقى في التعليقات لما تعملوها جميلة ازاي، يعني عجبتكم قوي ولا لا. بقطع بقى الفلفل زي حبيتي تستبدلي الفلفل الحامي بفلفل رومي مفيش مشاكل. نبدأ بقى نجيب الطماطمية ونقطعها، هي حجمها وسط دي. انت لما تجيبي بقى البطاطس تاخدي البطاطس مش الكبيرة قوي، بطاطس وسط رفيعة على اساس تبقى سهلة في السليق وسهلة عليكي في الهرس، ما تاخدش معاكي وقت، تتسلق بسرعة. رفيعة بتتسلق بسرعة. دي الكزبرة الخضراء تبداي تقطعيها بالطريقه دي. احنا حضرنا خلاص الحاجه بتاعتها وضربنا الفراخ المخليه في الكبه، هم عباره عن نص كيلو. ابدا بقى اجيب طاسه احط فيها معلقتين زبده، احط البصلايه تتشوح كده اشم ريحتها، وابدا احط بقى الفراخ اللي انا ضربتها في الكبه. وابدا بقى احط ملح وفلفل اسود وبهارات، الملح زي ما انت عايزه بقى، وحط رشة جوز الطيب وبهارات الفراخ، حط لها شوية بهارات فراخ. بعد بقى ما احمر شوية الفراخ بالبصلة ابدأ احط بقى ايه الفلفل الحامي او الفلفل الرومي على حسب ما انت عايزة. اشم ريحته كده مع الفراخ. ابدا احط بقى الطماطم واحط معاها الكزبره الخضراء. حبيتي تستبدليها ببقدونس، انا قلت لك قبل كده ان مفيش مشاكل، براحتك يعني اللي موجود عندك اعمليه. اجيب بقى بيضتين بدرجه حراره المطبخ، واكون بقى محضره التوابل، ملح وكزبره ناشفه وفلفل اسود، كزبره ناشفه ناعمه، وابدا اضربهم بيها كويس. واحضر كوبايه الا ربع نشا، واحط لها الملح. اشوف بقى الملح زي ما انت عايزه، حبيتيها حادقه حبيتيها وسط براحتك، تدوقي الملح بتاعها. ابدا بقى احط الخليط ده على البطاطس تنعم معاكي حلوه قوي، ما تخليش فيها حتت، يعني تحاولي على قد ما تقدري تبقى ناعمه معاكي. تبدأ بقى تقلبيها كويس، وبعد كده بقى تشتغلي بقى بايديكي عشان تتشرب من الخليط حلوة قوي. شوفي هي لما بتبقى مسلوقه بقشرها ما بتبقاش شاربه ميه، هتبقى حلوه معاكي قوي. لما تنزلي الخليط ما تلاقيهاش سايبه منك. لكن لو سلقتيها في الميه وهي متقطعه مش بقشرها، يعني لو جبتيها كبيره وهي متقطعه وتحطيها في الميه هتبقى بايشه منك. وبحط لها بقى معلقه زبده بعد ما قلبتها بالخليط، احط لها معلقه زبده واروح مقلباها كويس بالبطاطس بالخليط بمعلقه الزبده. واجيب بوله زي ما انت شايفه كده، انا جبت بوله بلاستيك صغيره وحطيت فيها ستريتش وبطنتها كده بالزيت.
عندك فنجان ممكن تعمليه فيها، فنجان اللي هو بتاع الشاي، بولة صغيرة يعني الازاز، البولات الصغيرة هتلاقيها برضو كبيرة عليها، دي بولة صغيرة قوي. وابدأ بقى احط البطاطس زي ما انت شايفة كده، واجوف كده الجوانب بتاعت البولة زي ما انت شايفة اهي، واحط خليط الفراخ. تحاولي على قد ما تقدري ان الخليط ما يبانش من البطاطس، وتحطي بقى فوقيها الجبن اللي انت عايزاها، وتحطي بقى طبقة بطاطس من فوق تاني كده. شايفين ما تبقاش باين منها الخليط خالص، يعني لو هتعملي لحمة او فراخ ما تبانش منها خالص، على اساس ما تطلعش منك في التحمير. ما شاء الله هي ما بتشربش زيت خالص، وهقولك على السر بقى انها ما بتشربش زيت ليه. جميلة قوي، خليكي معايا وهتعرفي انها ما بتشربش زيت ليه. شايفة الاسترتش بقى بعد ما حطيت بلفه بقى زي ما انت شايفة كده، تلفيها حلوة قوي كده اهي. لما بتلفيها حلوة قوي كده ما تطلعش منك الخليط بره، وتسيبيها زي ما هي كده في الاسترتش بتاعها. اروح عاملة واحدة تانية اهي، بكون مبطنة برضو الاسترتش بتاعها بالزيت، بشوية زيت كده بالفرشة، واروح عاملة بقى بالطريقة دي، اجوفها حلو على اساس ان الخليط برضو ما يطلعش بره. ادت معايا كمية كبيرة ما شاء الله، وفاض كمان من اللحمة من الفراخ، يعني الفراخ المفرومة دي نص كيلو فاض منها كمان، يعني ما شاء الله. يعني انت ممكن تعملي اكتر من كده، اكتر من 2 كيلو كمان. تروحي لفاها كده، انا اول مرة اعملها بس حقيقي طعمها حلو قوي، خطيرة بجد يعني. ادي تاني واحدة عملناها اهي، وادي التالتة. هتطلع معاكي كذا واحدة، وهتلاقي خليط الفراخ باقي كمان. خلاص احنا عملنا كذا واحدة اهي، شايفين اهي كتير اهي، عملنا كتير اهو. نبدأ بقى نحطها في الفريزر ساعتين. انا حطيتها ساعة عشان كنت مستعجلة وعايزة اعمل الاكل، انما انت حطيها ساعتين. هتلاقي بقى الاسترتش بيتفك منك بسهولة، او هنتفك معايا بسهولة، بس بيستحسن انها ساعتين. هي ما شاء الله ولا فكت ولا اي حاجة، ساعة وممتازة. شايفة ده بقى، ده سر القرمشة، نشا وتحطيها بقى على الوش زي ما انت شايفة كده، تعمليها بالمصفى كده وتغلفيها حلو بالنشا. ما اقولكيش بقى على القرمشة، وما تشربش زيت خالص، وتبقى فاتحة ولونها جميل، ما تتحرقش منك في الزيت. دي لما جيت فتحتها طبعا عشان انا قلت لكم ان انا قعدتها ساعه، شايفين التجويفه في النص فتحت شويه، هبدا بقى اقفلها. لكن لو قعدتيها ساعتين بتجمد قوي وتلاقيها ما تتفتحش خالص. بس ما شاء الله يعني كانت كمان يعني ممتازه، يعني هقول لك مش وحشه، بس يستحسن زي ما قلت لكم ساعتين. اجوف دي برضو كده بالنشا. طبعا حاطه زيت غزير على النار، ما تحطيش في طاسه، لو الطاسه هتلاقيها تاخد زيت كتير قوي، انما الحله هتبقى عاليه وتحمر لك الكره بتاعت البطاطس من فوق ومن تحت. شايفين حطيتها في حله زي الزيت، ويبقى زيت غزير، حله صغيره كده عشان ما تاخدش منك زيت كتير قوي، والزيت يغطيها من تحت ومن فوق. ما شاء الله شايفين حمرت ازاي اهي، طلع حمار حلو، يعني تلاقي تحسي انه حمار فاتح مش محروق، ومش شاربه زيت، يعني لما تيجي تاكليها ولا كانك حاطه فيها زيت، يعني محمراها في الزيت اصلا. ما شاء الله طعمها حلو قوي، وهتعجبك ان شاء الله، وهتعجب ولادك كمان، وتعجب الباشا كمان. حلوه قوي في سندوتشات الولاد المدارس الصبح، جميله قوي، وتنفعك في العشاء والغدا اي وقت. شايفه هي بتتقطع في منتهى السهوله، والحشو فيها جميل. افتحي كده بقى بصي الحشو حلوه قوي، ولا قرمشتها بقى وانت بتاكليها كده كريسبي وجميله.